في الفيديو ده هقول لك على اغرب قوانين العمل في العالم. في ايطاليا مثلا وفقا لقانون العمل الايطالي مفيش حاجه اسمها ان انا افصل موظف عشان اداؤه ضعيف. وفي المانيا بقى في قانون عسل بيقول لك ممنوع صاحب العمل او المدير يكلم الموظف بعد ساعات الدوام الرسمي اللي هي اصلا من 5 ل 9 ساعات. في البرتغال من غير القانوني ان المؤسسه تفصل موظف عن عمله او تحيله للتقاعد او المعاش زي ما بنسميه. عشان كده الشركات في البرتغال بتقدم مزايا كبيره جدا لموظفينها علشان تحيلهم للتقاعد ويقعدوا بقى. انما في اليابان في قانون غريب جدا. القانون ده بيسمح للشركات ان هي تقيس لا مؤاخذه محيط حجم خصر الموظف، وده للموظفين اللي بتتراوح اعمارهم من 40 ل 70 سنه، ولازم يكون مقياس حجم خصر موظف الذكور اقل من 85 سم، اما بالنسبه للاناث فهو 90 سم، واللي بيلاقوه زياده عن النسبه دي بيعملوا له دايت قاسي يمشي عليه، وده خوفا عليهم علشان ما يصيبهمش مرض السمنه المفرطه والسكر. تفتكر القانون ده ممكن يتطبق عندنا في الوطن العربي؟ في بلجيكا في قانون عمل غريب شويه. فكرت في يوم مثلا تاخد اجازه لمده 6 شهور سنه تروح تتفسح تقعد في البيت تعمل اي حاجه؟ تقول لي ممكن اخد اجازه بدون مرتب عادي. هقول لك لا، في بلجيكا ممكن تاخد الاجازه وبمرتب. في الفلبين في حاجه اسمها مكافاه نهايه العام الزاميه لاصحاب العمل، يعني 12 شهر بتوع السنه يخلصوا يدفع لك شهر زياده مكافاه كده. انما بقى في استراليا لو اشتغلت في شركه لمده 12 شهر بس ليك الحق في ان انت تطلب الطلبات اللي انا هقولها لك دي. تغير وقت بدء وانتهاء العمل بتاعك، تشتغل دوام جزئي او دوام كامل براحتك برضه، تشتغل لساعات اطول في خلال اليوم براحتك، تغير مكان العمل او تسافر او تشتغل من البيت برضه براحتك. ودي كانت اغرب القوانين العمل اللي موجوده في الدول. قول لنا ايه القانون اللي عجبك ونفسه يتطبق عندك في بلدك. سلام.